تخيلوا تتلم عليك ناس قدام بيتك ويجبروك تلبس ملابس ستات عشان يفضحوك. احنا في 2026 ولا في مسلسل قديم؟ مشهد يخلي الدم يغلي في العروق. كلنا صحينا على الفيديو ده. شاب مصري اسمه اسلام متاخد غصب عنه من وسط اهله، مجبر يلبس بدلة رقص ويتصور وهو بيتسحل في الشارع. اسلام شاب يتيم معروف في منطقته بالهدوء وحسن الخلق، عمره ما عمل مشكلة مع حد. كل اللي عمله ان حب بنت وتقدم لها واترفض مرتين، ومن اسبوع البنت اختفت او هربت الله اعلم. بدل ما اهلها يلجأوا للقانون قرروا يلعبوا دور القاضي. دخلوا عليه بالسلاح الابيض وضربوا امه والست الكبيره، خوفوها وخطفوا ابنها ولفوه في الشارع زي الذبيحه. والناس واقفه تتفرج ولا حد اتحرك من مكانه. محدش حتى فكر يبلغ الشرطه، لا. وطبعا صوروا الواقع مش عشان يوثقوا الجريمه، لا، عشان الترند، عشان المشهد يطلع ترند والناس تضحك وكأنهم بيتفرجوا على سيرك مش على واحد بيتذبح معنويا. والاخطر ان مفيش دليل واحد بيقول ان الاسلام ليه علاقه باختفاء البنت، ولا في بلاغ رسمي ولا اي حاجه، مجرد شاكين فيه. هو احنا وصلنا لايه؟ امتى بقى الخطف والضرب والاهانه بقى رد فعل طبيعي؟ امتى الناس نسيت ان في قانون وفي دوله وفي حساب؟ وطبعا تم القبض على المتهمين، لكن السؤال اللي لازم يتسأل، هي كرامة إسلام هترجع؟ هل أمه هتنسى منظر ابنها وهو متهان قدام عينيها؟ ازاي وصلنا لمرحلة اننا نشوف الظلم ونصوره بدل ما نمنعه، وخصوصا انه يتيم؟ ده ربنا قال في كتابه العزيز: فأما اليتيم فلا تقهر. ده انتوا يا ويلكم من عذاب ربنا على الظلم ده وعلى الافتراء، عشان يتيم ملوش حد يدافع عنه، لكن في رب مطلع وشاهد على الظلم ده.